Bonjour, comment nommer la langue et français? Comment puis-je apprendre le français? Comment pouvez-vous nous impliquer notre info la langue français? اهلا وسهلا بكم في حضانة عمر بن عبد العزيز التجريبية الفرنسية لغات. زي ما انتوا شفتوا البروف كده وهي بتقول لكم الثلاث اسئلة المعتادين، وهندخل في اول سؤال هي قالته لنا وهو ازاي نحب اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية عزيزي هي لغة المشاركة، اللغة الشيك، بيقولوا عليها بالبلدي كده شوكة وسكينة. تاني سؤال معانا كان ازاي نشارك اللغة الفرنسية. عشان خاطر الطفل ما يتلخبطش ما بين الانجليش والفرنسي، فاحنا قررنا ان الفرنسي يكون كونفرزيشن بس، وهو ان ازاي الطفل يعرف اللغه وازاي يعرف يكتب اللغه وازاي يعرف يسمع اللغه ويقولها كمان، وبطريقتنا الخاصه طبعا وبطريقه البروف بتلاقي فوق ما انت متخيل خالص. عزيزي ازاي ان احنا نتابع اللغه الفرنسيه، والموضوع سهل جدا. اول حاجه ان احنا بندخل نتابع الكتاب بتاع الطفل عزيزي، واحنا بنوفر لكم كتاب بسيط جدا ومرن جدا. تاني حاجه عزيزي ان احنا بندخل على الفيديوز بتاعت اليوتيوب. تالت حاجه ان احنا بنتابع سلسله حضانه عمر بن عبد العزيز. عنوان حلقتنا عزيزي بعد الدخله اللذيذه دي هيكون بعنوان ازاي الطفل يحب لغه، يحب باباه ويحب مامته. الطفل ازاي عزيزي يحب باباه ويحب مامته، وده بيكون اول حلقاتنا من سلسله تربيه الطفل في التربيه الحديثه. عزيزي الطفل عشان يحبك لازم يكون الحب متولد قدامه، يعني بمعنى صح كده عزيزي ان احنا نقدر نقول ان الطفل كل ما بيلقط حاجه معينه عن حضرتك بيعرف يعملها. بمعنى لو شاف ان الاب والام بيحبوا بعضهم فهيولد شعور الحب، لو الاب ما زعقش لمامته قدامه فعمره ما هيكون عصبي. برضه نفس القصه في الحضانه، لو مفيش حاله حب ما بين المدرسات والتيم اللي موجود كله هتلاقي الطفل على طول عصبي عزيز. ولازم نبين حبنا قدام الطفل عشان الطفل يطلع سوي وكويس. واستنونا في تاني حلقاتنا من سلسله التربيه الحديثه برعايه حضانه عمر بن عبد العزيز. استنونا والسلام.